طبعا كلنا بنحب نتفرج على كورة، بس متعة كرة القدم ما بتكملش غير بالشامبيونز ليج، بدوري ابطال اوروبا، خصوصا لما ماتش زي النهارده ريال مدريد وليفربول بيقابلوا بعض، بيبقى ضحك السنين. الماتشات دي بتبقى جامدة جدا لانه الفريقين اتنين بيكونوا مستعدين، والجمهور بالاخص جمهور ليفربول بيبقى مستعد للمباراة اكن هو اللي هيلعب. بصراحة لهم طارق بايت عند ريال مدريد 4 سنين ورا بعض، وفعلا كانوا حاولوا ان هم هيكسبوا خلاص ريال مدريد، وعلى وشك ان هم هياخدوا منهم الماتش، وجابوا فعلا فيهم جونين، بس ريال مدريد رد ب5 اهداف. وبعد كده اتظلموا سنة لما صلاح انكسر، لما راموس كسر كتفه. السنة دي كانت ليفربول تستحق انها تكسب النهائي ده وتاخد دوري الابطال، بس عوضوها تاني قدام توتنهام. بس خلاص النهاردة مباراة جديدة وتحدي جديد. المجموعات اللي فاتت ليفربول فازت على ريال مدريد، المجموعات المرة دي ريال مدريد هتفوز بجدارة على ليفربول، مع اني مشجع ليفربول قدام ريال مدريد، لكن بشجع ريال مدريد قدام اي فرقة في اوروبا. هي كده، احب ريال مدريد احب الاهلي، هي ماشية معايا كده. ريال مدريد قدام اي حد غير ليفربول، مجرد ما محمد صلاح يتشال من التيم بتاع ليفربول مش هتلاقوني بشجع ليفربول تاني، هرجع اشجع ريال مدريد قدام اي فرقة في الدوري الانجليزي، في الدوري الايطالي، في الدوري الهولندي، لكن الدوري المصري لا، كاس العالم للاندية لا، نو ريال يس اهلي.